تخيل تصحى الصبح وتكتشف إن بلدك مبنية على صحراء فيها سحر أسود، وسحرها لسه ما اختفاش. تعمل إيه؟ حسب الأقاويل الشعبية كان في ملك ظالم اسمه بدير ساكن في صحراء دمياط اللي بيطلق عليها دلوقتي دمياط الجديدة، وكان دايما بيمشي بعصاية فيها حجر في أوله لونه أحمر، وبيقال عليه إنه كان مليان سحر أسود، وكان كل اللي بيقرب من الصحراء دي كانوا بيخافوا منه جدا. الحكاية الشعبية بتقول وبتأكد إن الحجر الأحمر ده بيطلع لونه أحمر بالليل بالذات، وأصوات غريبة كأنها همسات من تحت الأرض. أنا واحدة من سكان المنطقة دي، وبقول لكم وأنا صغيرة كنت بسمع أصوات غريبة لفترة معينة. ساعتها رحت حكيت لبابا. بابا قال لي حاول تشغلي القرآن في الفترة دي، وحكى لي عن قصة الملك بدير لأول مرة. من ساعتها بقيت بحس إن دي مش مجرد أقاويل شعبية، ده أنا بدأت أحس وأتأكد إنها حقيقية. وفي الآخر ملك بدير اختفى في ظروف غامضة من صحراء دمياط الجديدة، لكن الحجر الأحمر يقال إنه لسه موجود، والناس القديمة بتحكي وبتأكد إن الحجر الأحمر لسه موجود تحت الرمل. ولو حد لقى المنطقة دي وكان بس يجرؤ إن يخطو خطوة واحدة هناك، مين عارف ممكن يلاقيه وجها لوجه. كنت معاكم في الدولاب.